صراحة سؤال مباشر والجواب غادي يكون مباشر في كلمة القانون مع عبد الفتاح مؤمن. أهلا بك عبد الفتاح. السؤال اللي كيطرح علاش شنو هي الأسباب اللي خلات أشخاص استفدوا من الدعم الاجتماعي المباشر ودابا توقف؟ هناك ثلاث أسباب أساسية في إيقاف الدعم بالنسبة لبعض المستفيدين. السبب الأول هو ارتفاع المؤشر، يعني تحسن حالة العيش بالنسبة لبعض الأسر. بمعنى كتكون هذه الميزاجور ديال هذا كتكون دائما تحيين ديال الاسباب اللي يمكن انك ترفع ولا كنراه كنسمعوا ارتفاع المؤشر، ولكن راه كينخفض المؤشر بالنسبه للاسر الاخرى عاوتاني. كاين السبب الثاني هو انه كاين فئات اللي كتدخل في اطار غير الاجار وخصهم يؤديوا الواجب المستحقات للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي باش يمكن لهم انهم يستافدوا من الدعم الاجتماعي. وكاين بعض الفئات اللي استفادت، ولكن بعد تحيين يعني الملفات ملف على بعض تبين انهم يستفيدون من برامج دعم اخرى، راه ما كاينش غير الدعم الاجتماعي المباشر. كيفاش كتم عمليه تحيين عبد الفتاح؟ التحيين كتتم عن طريق السلطه المحليه، يعني كل 3 اشهر هناك تحيين للملفات عن طريق هل هناك تغيير على مستوى ما كنعرفوا على انه كاين تشبيك، ما يعرف بالتشبيك، يعني مجموعه من المؤسسات اللي كيتعامل مع المواطن، مثلا الاتصالات، الناس اللي كيأديو مثلا شراء سياره، شراء مثلا دار، يعني بزاف الامور اللي يمكن ان التغيير اما يطلع في المؤشر او ينخفض المؤشر. اذا توصل مجموعه من الاشخاص من استفادوا من الدعم الاجتماعي المباشر برساله نصيه على هواتفهم المحموله تخبرهم بانهم تم توقيف الدعم الاجتماعي المالي المباشر الخاص بهم، رغم انهم سبق لهم التوصل بالدعم الاجتماعي على مدى 3 أشهر. يمكن اختزال التوقف ل3 أسباب أساسية. أولا، ارتفاع المؤشر وتجاوز عتبة 9.74، حيث تتم مراجعته بشكل أوتوماتيكي من قبل السلطات المحلية باعتبار المؤشر عامل نسبي سنة وليس ثابت، يعني كيتغير. قلنا على أنه السبب الثاني هو سبب تقني إداري، هم فئات معينة كالمطلقات والأرامل اللواتي طلب منهن تقديم معلومات إضافية عن الزوج المتوفي. هناك مراجعة لوائح المستفيدين، مكنت كذلك من اكتشاف فئات لا تدخل في إطار الدعم كالأرامل المستفيدات من صندوق التكافل الأسري، والمطلقات المستفيدات من النفقة، والمستفيدين من برامج أوراش، أو العازبين المسجلين كفرد في عائلة يعول الأب، أو المستفيدين من صندوق الضمان الاجتماعي، أو أصحاب المحلات التجارية المؤدين للضرائب، أو المتقاعدين، أو الزوجات اللواتي يستفيدن أزواجهن من الضمان الاجتماعي. هناك سنة الفئة الثالثة، وهم المهنيون والعمال المستقلون والاشخاص الغير الاجراء والمقاولون الذاتيون والذين يؤدوا مستحقات او لم يؤدوا مستحقات الضمان الاجتماعي فيما يخص واجبات التغطيه الصحيه. يعني كاين توقيف الان يمكن نعتبره انه توقيف مؤقت باعتبار انه يؤدوا الواجبات اللي عليهم، ومن بعد يمكن لهم يستافدوا. اذا فهمت من كلامك انه مساله المؤشر هي نسبيه ماشي ثابته، يعني كانه المؤشر كلما انخفض ممكن ترجع تستافد، ارتفع ما ترجع ما يمكنش بزاف الناس السنه كيتسائلوا مثلا كيفاش كيرتفع هذا المؤشر، كيفاش مثلا غير مثال بسيط. مثلا واحد الاسره فيها واحد الاب والام وعندهم واحد الابن مثلا متزوج ومعاهم في نفس مثلا الشقه. هذاك الابن مشى دار اسره بوحده، وبالتالي دفع ملف تا هو في الدعم الاجتماعي. اذا هو في الوقت اللي كان هذاك الاب عنده ابن اخر كيعيلو ما بقاش عنده، اذا يعني ينخفض ليه المؤشر. هذا هو يعني من الاسباب. كذلك كنعرفوا على انه يعني المساله ما متعلقاش بالدخل. المغرب ما كيحددش الان الدعم بناء على الدخل، كيحدد بناء على نمط العيش، وبالتالي قد ما كان نمط العيش منخفض قد ما كنستافدوا قد ما ارتفع. والناس اللي ما كتخلصش الواجبات طبعا الناس اللي ما كتخلصوش الواجبات مثل الحرفيين وشي حاجه ممكن انه يخلص هذا الدعم. فهمت من كلامك وانا كنسمع لك عبد الفتاح انه كاين هما اشخاص عندهم الحق في الاستفاده من الدعم الاجتماعي المباشر، توقف لهم واش كاينه فرضيه يسترجعوا قيمه الدعم؟ اذا كانت نعم كيفاش؟ هاد جوج تكلمنا على 3 الفئات، يعني 3 الاسباب. بالنسبه يعني الناس يرتفعوا من المؤشر ينخفض لهم المؤشر مثلا لسبب من الاسباب، ممكن الانسان يكون خدام ما يبقاش خدام ولا شي حاجه، يقدر يعاود يستافد من جديد. والفئه الاكثر يعني اللي كتشمل 45,000 اللي هي الغير الاجراء، يعني الناس النجار، الصباغ، هاد الناس اللي عندهم مهن اللي خصهم يؤديوا الواجبات ديال التغطيه الصحيه الاجباريه، والوقت اللي غيديو التغطيه الصحيه الاجباريه راه غيمكن يستأنفوا يستأنفوا الاستفاده من الدعم المباشر باثار رجعيه، يعني حتى الشهور اللي ما خداوش فيها يمكن شرح لهم واش خصهم يديروا. شنو خصهم يديروا؟ اولا بعد مرور كما قلنا حوالي سنه ونصف على الشروع في تطبيق نظام التامين الاجباري الاساسي على المرض لفائده المهنيين والعمال المستقلين والاشخاص غير الاجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا
برزت أولى الصعوبات التي تواجه هذا النظام وتتعلق بعدم قدرة فئة من المعنيين على دفع مساهماتهم لفائدة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. هذه الوضعية دفعت الحكومة إلى إلغاء الديون المستحقة للصندوق الضمان الاجتماعي، وهذا مهم سنة، وأنه الناس اللي كيتسالوهم الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي مثلا سنة أو لا سنة و3 أشهر غيخلصوا غير من شهر 11 لهنا في إطار الإلغاء اللي كنا كنعرفوا اللي تكلمنا عليه. وقفتي عند هذه وقفنا على النقطة ديال الإلغاء، والآن ولكن خصو يكون منتظم سيكون منتظم من بعد السنه، يعني انه خص يكون هناك الغاء ديال الاشتراكات والزيادات ومصاريف المتابعات والغرامات الواجبه، وينتهي اجل هذا الاعفاء نهايه هذا الشهر الحالي سنه، ويجب على هذه الفئات اداء متاخرات الصندوق ابتداء من نوفمبر الماضي. يعني انه الناس اللي كتسالهم مثلا عام و3 شهور غيخلصوا غير 5 شهور ابتداء من شهر 11 لهنا، ولكن قد ما زادوا الشهور غير هو نهايه هذا الشهر الا ما خلصوش انتهاء الاعفاء، وبالتالي غيضطروا باش يخلصوا كل شيء داكشي داز باش يمكن لهم يستافدوا اولا من الدعم الاجتماعي المباشر، ويستافدوا كذلك من التغطيه الصحيه لانها هي كتوقف. هذه نقطة مهمة جدا وخصنا نرجعوا لها بشكل مستفيض، انه نهاية شهر ابريل كتسالي مدة الاعفاء اللي حددها صندوق الضمان الاجتماعي. شكرا لك عبد الفتاح مؤمن، والى كلمة القانون الاربعاء المقبل ان شاء الله.